إيمان زوجة سمير، واللي شافت جوزها وهو غرقان في دمه هي وابنها الصغير. البقاء لله يا إيمان. علي صوتك. قولي لي يا إيمان، يعني أنا شايفاكي في الفيديو وانتي بتجري على جوزك. أول ما شفتيه يعني كنت متوقعة كنت متوقعة إن صاحب عمره هو اللي يعمل فيه كده؟ لا والله. أمال إيه يعني اللي قالك إيه؟ استقبلت الخبر إزاي؟ انا ما فيش حد قال لي حاجه. انا كنت قاعده بره هنا على الشارع، وهو جوزي طالع من البيت، فبهزر معاه بقول له انت رايح فين يابا؟ قال لي رايح مشوار وجاي. بقول له جلابيك سيرها؟ قال لي لا عاد الكم اللي واسع. فبقول له، قال لي خلي العيال. قلت له لا خد عيالك معاك. قلت له روح يا سيد مع ابوه. مشى مع ابوه راح الدكان. البيت جاء، انا قاعده بهزر انا ومرات عمه. والدته قال لي والدته راح اجيب لك يا امه كوبايه عصير واجي. فانا قلت له يا سيدي روح مع ابوك هات له كوبايه العصير لسه. الواد صب راح وساب ابوه جاي في السكه. انا قاعده على طلعت دي. بقول له يا محمد خد الواد معلش ادي لابوه. ما يردش عليا. سكت وما ادتش على واعرف ان اللي هو ماسك السكينه الجوز. كنت رحت عشت جوز او يعني هو ما كانش يعني مش حاسين ان في مشكله ولا اي حاجه. كان بيخش ياكل معاه في قلب بيته. يعني بنباش معاه ال 100 جنيه لعياله يطلعها ويديها له. يقول له عيال ولا هو محمد زي عيال. اما يصرف كأن عياله صرف انت صرف. قاعده وعادي ما فيش اي حاجه. سمعت صوت انا ماشيه يعني عادي. يعني راح اول ما قلت دعرك الشباب عاديه. راح ابص الاقي اخو اللي جيت الجوزي بيرقد جوزي. فكرت ان هي عركه برضه شباب عاديه وبجري. فكرت ان هي عركه عيال شباب عاديه وبيتخانقوا وماسكين في عنق بعض. دورت الجاري. جريت على ما كنت بمشي والله. دورت الجاري على رجلي. اروح ابص الاقي جوزي غرقان في دم. عارفه يعني لما شفت المنظر غرقان ويبص لي كده جوزي طلع من هنا ميت والله ميت. هما بيكذبوا عليا وبيقولوا جوزك جاب السكه بس عملوا جوزي جد ميت. انا عارفه لما ما يعمل جوز عيل زي دول والله ما كان لي الا هو بالدنيا. والله العظيم كان هو ابويا وكل حاجه في الدنيا. كان هو دنيتي بحل والله كان هو دنيتي بحل. انا ماليش حتى اللي هو والله مالي احد لا اب ولا اخ. هو كان كل حاجه في دنيتي. انا اعرف اما يتخذ خدر كده اهو. انت كنت افتكر العيش والملح قبل ما تقتله. بص لابنه هو على دراعه عيل زي ده ما صعبش عليه وهو بيقتله. والله ابني ما بوريني نمت لله. ويقول له يا ماما عمو ضرب. بقول له لا بابا سافي. بابا سافر وجاي ساجد. يقول لا يا ماما ده عمو قتله بالسكينه كده. ما صعبش عليه الولد. لا ما يصعب عليه ازاي؟ واحد سيدي مجرم كان بيضرب امه. بعد مسك الطاقه في دماغه هو بالحزام فتح دماغه نصين. خلى اخته هي بنت بيته دمها في الشارع. جوز اللي ستر عليهم كان بيموت امه. جوز حتى يركي خشم من البلكونه وراح جابه وركز. كانت بتطلب اي حاجه في البيت كنا نديها. والله عمره ما كانش في فرق بين خالص. اي حاجه كانت عايزاها كنا نديها. والله ده كله عشان كنت محتبراه والدتي. ده كله عشان 100 جنيه. كنت محتبراه والدتي. يعني هو يضحي ده كله عشان 100 جنيه؟ هو اخوه احترف. يا طب تعالى قول لي يا عمتي مي اخويا ما احترف. اخويا هيموت عمي سمير. اخوه كان يعرف؟ عارف ان هو ما نعرفش الا قريب. والله اخوه ما راح المحكمه قال اخويا كان ناوي على موت. بيقول له طب قول لي يا عمتي مي اخويا هيموت عمي سمير. ما كنتش طلعت جزء من الدار والله. بس هو طلع لي قطر ونصي. ما قلتش غير حسب الله ونعم الوكيل. وعايزه حق جوز عايزه ينشن حق اليتامى ينشنك بالله عليكم. انت حاسه بالنار اللي مش هتحس بالنار اللي فيه. والله ربنا يصبر قلبك. والله ما هتحس بالنار اللي فيه. والله حاسين كان صعب والله العظيم صعب. انا مؤمنه بالله واحده بالله وعارفه ان دي قدر ونصيب. بس ما كانش يموت الموتة دي. ان شاء الله حقه. عايز احكم حياة حبيبك ان شاء الله. حياة حبيبك النبي. انا مش عادل. ان شاء الله حقه هيرجع باذن الله. الله يرحمه ويسمع. معايا الاخت الوحيده وهو كمان كان اخ وحيد. سبحان الله تعالى. يعني الاخت مرتبطه باخوها لحد كبير جدا لدرجه ان هي شافت الفيديو لاول مره قدامنا. انهارت انهيار رهيب.
كان سندها بعد ربنا سبحانه وتعالى، كان عائل البيت الوحيد، كان بيودها. دلوقتي هي ملهاش حد بعد ربنا إلا أمها وأبوها، ربنا يخليهم ليها يا رب. أتعرف بيك. فاتن كتر. انت الوحيدة صح؟ ايوه مش انا وهو بس. وهو بس. متجوزة؟ متجوز ليه 6 سنين. قابلت الخبر ازاي؟ كنت هنا ولا كنت؟ لا انا كنت في بيت جوزي، يعني ايه اللي حصل له ما كنتش اعرف. طلع اشتري لمني قدام المغرب، لقيت واحده جارتي بتقول لي ايه يا فاتن روحي، كنت في محل يعني، قالت لي بروحي ايه بص على اخوكي. انا طول عمري ما بستحملش فيه ايه حاجه، لسه ما فيش الا هو. اصل انا اللي ربيته، هو مش اخويا دمي، انا اللي ربيته وكبرته وجوزته. كانت امي بتطلع مع ابويا تشتغل وكانوا بيسيبوهولي، انا اللي ربيته والله، دي كان حته مني. قالت لي يا فندم روح بص على اخوك. بقول لها مال اخويا؟ قالت لي يا شيخه ما فيش، ده باين متعارك مع واحد في شارعكم. قلت لها تعور، حصل له حاجه؟ قالت لي باين تعور حاجه بسيطه، اصل انا شفت والدتك بتجري على المركز وبتلطم على صدرها وبتقول يا حبيبي يا ابني. انا بقى الدنيا لفت بيها بقى، لقيت جسمي بيرتاش مش قادره اصله بطولي. داخله على الشارع لقيت عم جوزي مجابني بيقول لي انت فين يا فاتن؟ قلت والله يا ابو عثمان راح ابص، كنت بشتري يوز. قال طب روحي دلوقتي. في يا جماعه جابني حمايه في نفس الوقت، فاتن خدي نفسك وروحي عند ابوك. في يا بابراي حسيتي بحاجة بقى؟ انا بقى خلاص قلبي وجعني. انا طالعه اجري على جوزي، طالعه شقتي مش قادره اطلع لجوزي، جسمي بيرتعش وحنكي بيرتعش. بقول له تعالى دلوقتي ودينا عند اهلي، فهو مش فاهمني. في يا فاتن قلت له ما اعرفش، ما حدش راضي يقول لي. بيقول روح شوف اخوك، انا ما اعرفش اخويا مال، تعالى وديني دلوقتي. متجوزة بعيد عننا؟ ما بينهم مسافه يعني كبيره كده، يعني مش بعيده ولا حاجه، مسافه بسيطه يعني. فانا جوزي نازل لقيت مرات عمي واخداني في حضنها بتطبطب علي. فقلت لها اخويا مات، مش راضيه ترد علي. قلت لها بس يبقى اخويا مات. ايه اللي حصل له؟ يلا جسمي سب ولساني اتربط خلاص. بجري على السلم، مرات عمي تشدني، اقول لها سيبوني راح اشوف اخويا. جاي على نياتي، على اساس متعور حاجه بسيطه، مثلا عركه بسيطه كده، مش فاهمه حاجه. محدش اداكي تفاصيل؟ محدش اداني تفاصيل ولا قالوا لي ايه اللي حصل له مش حصل له. داخله لقيت مرات اخويا واقعه من طولها، وامي واقعه من طولها، والناس ملمومه حواليه. اديني صبري بقى. لقيت نفسي بقى بصرخ حبيبي يا اخويا. يقول اخوك جاي، قلت لهم لا اخويا ما هو جاي بقى خلاص، اخويا خلاص كده مات. ايه اللي حصل يا جماعه؟ والله ما شفت فيديوك يا سمير يا اخويا الا دلوقتي، والله ما شفت الا دلوقتي. طلع ياخد ابنه قدام الفيديو، طلع ياخد ابنه. ازاي تشوفوا بقى لما بيضحك لابنه راح ياخد ابنه ويبص يلاقي نازل عليه ويمرغه في الارض؟ شفت المنظر الفيديو؟ شفت لما طلعت اللي مدينا لاخوي سندي كسرني، ابن الحرام كسرني، خد سندي مني. هو اللي كان بيودني، ما كانش بيقول انا لقيتني حبيبتي. يعني يوم ما عياله ضمت لو ما قالوش يا عمتي كان يتهبل. عمتكم حبيبتكم، ده انا ماليش الا هي، عمتكم ماليش الا هي، حطها في عينيكم. والله يا ابله كان بيقول لها حطوها في عينيكم، عمتكم حبيبتكم. خد روحي مني يا ناس. اللي انا طالباه منكم الواد ده يتعدم قدام العام كله، يعني مش، لا انا عايزه كل الدنيا بحالها تشوفه زي ما الدنيا بحالها اتفرجت على اخويا بيصفي في دمه كده. لا انا عايزه الدنيا بحالها تبص عليا. الواد ده النهارده قبل بكره، انا مش عايزاه يصبر اكتر من كده. والله يا ابله والله كان بيديله لبسه. اخويا ده طول عمره كان يجي، الواد ده كان يجي اكل وشرب وقعدان. يا سمير حس سيجاره، لا يا محمد اللي في جيبه، هو اللي في جيبه اخويا كان يطلعه له زي ما بيطلع. خد يا محمد هات لك علبه سجاير، خد يا محمد هات لك الحاجه الحلوه اللي انت عايزها. امه واخته وسته وعماته واحد. ما تكلمتوش معاهم بعد الحصل؟ يعني بعد الواقعة ما شفتهمش؟ ما كانش متأثرين؟ انا بقى جيت بقى ما لقيتش حد منهم. بعدها بسأل قالوا لك امه واقفه في البلكونه عادي، واخته واقفه، وسته قاعده عادي. انا جيت جايه بصرخ على اخويا وسته قاعده عاديه يا ناس. شفت الافتراء، شفت فطرة سته قاعده عاديه. فواحده بتقول لا، بتقول حسب الله ونعم الوكيل فيك يا محمد.
تقول لها ما تدعيش علي، دي تبقى ست صالحه، دي تبقى ست صالحه. بتقول العالم ما تدعوش علي، بتدعوش على مننا ليه؟ ده منكم قتل ابني يا ناس. شفت انت بقى الافتراء؟ ناس كده ما عندهاش والله من لا ولا دي. ان شاء الله حق. انا طالبه منكم اعدامه، ان شاء الله كلنا ثقه في قضاء مصر العادل، وان شاء الله حقه رجع باذن الله.